اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، تالت وصفه من الوصفات بتاعه الاسبوع الاول. اللي متابع معايا كنا عاملين سلسله من تجهيزات الاسبوع الاول، اكلات للاسبوع الاول في مدارس سهل عليكي الوقت والمجهود. كنا عاملين في اول فيديو كنا عاملين تجهيزات اللي احنا ازاي نعمل حاجات نجهزها طول الاسبوع ما تاخدش مننا وقت خالص. كمان عملنا الوصفه الاولانيه بتاعتنا كانت الكبده الاسكندراني، هسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وكمان عملنا طاجن الباميه بالعكاوي. كل الفيديوهات دي هسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف لو حابه انك انت ترجعي وتشوفيها. النهارده معانا الوصفه الثالثه وهي شوربه الفول النابت بطريقه حلوه جدا هتعجبك. اتمنى تكملي معايا الفيديو عشان تعرفي الطريقه. حاجة، احنا جبنا الفول زي ما انتوا عارفين، غسلناه، وبعد ما غسلناه حطينا عليه قماشة. القماشة دي مندية كده بمية. وكل يوم كنت بغسله مرة الصبح ومرة بالليل، وابل القماشة دي واحطها عليه تاني، يقعد 4 ايام ويبدأ ينبت معاكي. تعالوا بعد كده هجيب عندي حلة على النار، هحط فيها شوية زيت. حطيت عندي بصلاية كبيرة مفرومة ناعم، هنزل عندي بعد كده بمكعب من المرقة. وبعدين هبدأ احط عندي البهارات عبارة عن ملح. كمان هحط عندي شوية من الكمون، هحط كمان عندي شوية من الكزبرة الناشفة، وكمان هحط عندي شوية من الشطة او البابريكا زي ما انتي تحبي اللي انتي تفضليه. انا حطيت شطة وحطيت بابريكا، الاتنين حطيته. وبعدين حطيت عندي بعد كده شوية من السبع بهارات وفلفل اسود. انا مش عارفه قلت لكم حطيت فلفل اسود كمان. بعد كده هحط عندي فصين 3 كده من الثوم مفرومين ناعم. شوحي بقى البصل والثوم يطلع الريحه بتاعته، ما ندلوش لون خالص. بعد كده هنزل عندي بمعلقتين كبار من الصلصه، نشوح الصلصه. وطالما حطينا صلصه بحط شويه سكر صغيرين بس عشان حموضه الصلصه. هبدا ان انا اشوح كده واقلب كله مع بعضه، وهنزل على طول بالفول النابت. بصوا انا بقول لكم بعد 4 ايام او 3 ايام بينبت معايا بالشكل ده. لو انت عايزاه ينبت اكبر من كده بتسيبيه على حسب المده اللي انت عايزاها، يعني عايزه ينبت اكتر من كده اديله 4 5 ايام اسبوع تلاقيه ينبت قوي يعني. خلاص بعد كده ببدا ان انا اقلب كله مع بعضه، وهحط عندي الميه السخنه. طيب تقدري انك انتي لو مش حابه، يعني بصوا الشوربه بتاعه الفول النابت كده بالصلصه بتدي لون حمار حلو كده. لو انتي مش حابه هتبقى محمره معاكي كده ما تحطيش الصلصه. تمام، انا بحب احطها الصراحه، بحس انها بتديله يعني طعم ولون حلو قوي. خلاص تعالوا بقى نغرس مع بعض. خلاص حبايبي، وقدمنا مع بعض الفول النابت بطريقه سهله جدا وبسيطه. حطينا جنب منه كده شويه جرجير مع شويه عيش بلدي. وصفه في منتهى الجمال واحلى اكله. عايزه افكرك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعمل مع بعض السمك المشوي ان شاء الله. استنيني، هاي الفيديو هيعجبك قوي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك وتكوني استفدتي، واشوفك فيديوهات تانية ان شاء الله على خير.